اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبة الكرام، في هذا اليوم يوم شكر وحمد لله بما أتمنا الله علينا من صيام رمضان وقيامه، يوم فرح وسرور وشكر لله والثناء لرب العالمين بما أسدى للأمة الإسلامية من النعم الجزيلة وآلاء كثيرة. فلك الحمد يا الله بأن وصلتنا يوم عيد وأكملت لنا رمضان بصيامه وقيامه، يوم حمد وشكر لله. إخوة الكرام، اتقوا الله تعالى وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم بسلام. إخوة الكرام، عيدنا الإسلام عيد فرح وسعادة، عيد كرامة وشرف. فالأمة الإسلامية عيدها علامة على عزها، عيدها علامة على شرفها، عيدها علامة على وحدتها، عيدها علامة على اتحادها، عيدها علامة على قوتها وشرفها. يوم العيد نحمد الله برسوله. أعزائي الكرام، ما أقل مرور أيام. أمس القريب كنا نرحب رمضان، والأمس القريب كنا نتمتع بأوائل شهر رمضان، والأمس القريب كنا نستأنس بالعشر الأواخر من رمضان. أمس القريب كانت يوم من أيام رمضان، واليوم الذي طلعت عليه الشمس يوم من أيام شوال، أول يوم من شوال أعزه الله وأكرمه. فالأمس حرم فطره واليوم يحرم صومه. هنا دلالة على أن المؤمن عبد لله يتصرفه الرحمن كيف يشاء، فيعطيه أوامر فينقاد ويجد الجنة ورضا الرحمن. أحبة الكرام، ليس العيد لمن لبس الجديد وخلي عن التقوى والخوف من الجليل. العيد عبارة عن تقوى الله والتقرب إليه، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شكر لله، تقرب إلى الله. عبادتنا أعيادنا عبادة، أعيادنا أعياد فرح وسرور، أعياد تقرب إلى الله، ليس أعياد التعدي، ليس أعياد العداوة، ليس أعياد الشحناء، ليس أعياد التباغض، ليست أعياد عصيان رب العالمين. ليس العيد لمن لبس الجديد وخلي من طاعة الرحمن، إنما العيد لمن خاف الجليل وتذكر يوم الوعيد والقيامة أمام رب العالمين. هذا هو مثابة العيد. إخوة الكرام، أعيادنا الإسلامية مرتبط بأركان الإسلامية، فعيدنا الفطر اليوم ترتبط بالركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الصوم، وعيدنا الأضحى ترتبط بالركن السادس من أركان الإسلام ألا وهو الحج الأكبر. ما أكبر العبادات، أركان تأتي بعدها عبادات، فرح وسرور لإكمال هذه العبادات. وليست العيد الفطر إلا شكرا لله بما من علينا من إتمام رمضان، وليست عيد الأضحى إلا شكرا لله بقيام الحج وأركانه وأعماله. إخوة الكرام، من أكبر الأعطية الإلهية والهبة الرحمانية أن أعطانا الله سبحانه وتعالى دينا سماه الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمة أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا غيره أذلنا الله. دين أعزنا الله بها من الأمم، فلما ذهبنا إلى رب العالمين وركعناه وسجدناه وكبرناه ذهب غيرنا ليركع غير الله. لما ذهبنا إلى المساجد لنركع لله ذهب غيرنا إلى الكنائس ليشرك بالله. ما أعظم الإسلام دينا، دين قد أكمله الله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا درس لا بد ويفتخر بها المؤمن أنه مسلم بالله، أنه عطية إلهية. الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارنا مسلمين، أعطانا بسمة الإسلام، أعطانا إياها هبة وعطاء، حيث منع منها الكفار والمشركين والملحدين واليهود. أعطانا الله، لك الحمد أن أعطيتنا الإسلام. عباد الله، العيد مناسبة لتصفية القلوب، لتصفية القلوب من الكبر، لتصفية القلوب من الضغينة، لتصفية القلوب من الشحناء. فالعيد عبارة عن تصفية القلوب. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخير هو الذي يبدأ بالسلام. يوم سلام وتحية وتصفيح، يوم يوجه المسلم أخاه المسلم السرور والفرح. انتهت البغضاء والعداوة، انتهت الشحناء والضغينة، بدأ علينا يوم جديد، يوم فرح وسرور، يوم تضاعف وتقوي بين المسلمين، يوم يبدي عقدة المسلمين وعزهم وشرفهم. ليس للضغينة والشحناء مجال. أحبتي الكرام، المسلم أخو المسلم، لنعلم أن المسلم عقدته وقوته وسعه. أخاك عن من لا أخ له كمن ساق له. إخوة الكرام، في هذا اليوم يحتم علينا أمة الإسلام أن نصل الأرحام وننكر قطيعة الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ صلوا الأرحام وقربوا الأقارب وقربوا المعارف واعطوا الفقراء وأنفقوهم بأموالكم ومما أنفقكم الله. أغنوهم من التكفف في هذا اليوم، أغنوهم من التكفف في هذا اليوم. هم أمة منا، ولم يعطنا الله سبحانه وتعالى الأموال إلا امتحانا وابتلاء، إلا امتحانا وابتلاء. فليعطي أهل المعطاء الذين أعطاهم الله ومن عليهم الأموال ليعطوا الفقراء من المسلمين حتى يكونوا شبهة منهم. إخوة الكرام، من الأمور التي يجب علينا أن ننبهها بأن أمة الشباب اليوم قد تشبهت أكثر من اللازم، أكثر من ذي قبل على الكفر وأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الصحيح الألباني يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم في لباسهم، من تشبه بقوم في كلامهم، من تشبه بقوم في زيهم، من تشبه بقوم في تقاليدهم، من تشبه بقوم في قوم فهو منهم. فهو منهم بالحكم، فهو منهم بالعذاب والعياذ بالله. إخوة الكرام، لا بد أن نعترف أننا أمة يقتدى بهم، أننا أمة يتأسى علينا. نحن نبراس الأمم كلها، لا حاجة إلينا بالتشبه بغيرنا، فنحن مثال يقتدى بالأمم لأننا كتاب رب العالمين، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله الذي خلق كل شيء فسواه. إخوة الكرام، أوصيكم بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه الخالدة التي وصى بها قبيل موته بأبي وأمي: الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة عمود الإسلام. مهما كانت الصلاة محفوظة عند الأمة فجميع الإسلام محفوظ، ومهما تركت وهجرت وضيعت فضياع والهلاك والعياذ بالله. إخوة الكرام، الناس بحاجة ماسة إلى العيش الحسن والرغد في الحياة. فلكم من الله سبحانه وتعالى قول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الكل يطلب حياة طيبة، الكل يطلب رفاه، الكل يطلب رغد، الكل يطلب سعة في العيش. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إخوة الكرام، بعد نهاية رمضان واعتراف رب العالمين ووحدانية الإله والصيام والقيام، فعلينا أن لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نرجو من الله سبحانه وتعالى الفضل الكبير والعطاء الجزيل بما قمناه وبما صرناه وبما أنفقناه، فهذا يحتاج إلى حفاظ أحبتي في الله. واعلموا أننا في هذا الأيام وما بعدها موجهون إلى الرب الذي واجهناه في رمضان، فرب رمضان رب شوال وشعبان، رب الذي ركعنا له وسجدنا له وأكثرنا قراءة قرآنه، هو رب شعوان أيضا أحبتي في الله. والله سبحانه وتعالى يأمرنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. متى يا إلهنا نعبدك فنخلص العبادة لك؟ متى نستمر الطاعة إليك يا الله؟ متى نملئ المساجد بالغفران وطاعتك يا الله؟ متى نواصل قراءة القرآن يا الله؟ متى نواصل التصدق بأموالنا يا الله؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المسلم منتهاه للعبادة هو الموت، منتهاه للطاعة هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إخوة الكرام، لا بد ونعرف خير الأعمال أدومها، فما داومته في رمضان من الأعمال فخير حبذا لو داومنا الأعمال حتى حصلنا الأجر والثواب الدائم عند الله. أحبتي الكرام، الله سبحانه وتعالى وهذا اسكله إلى عمر هذين الحول الكرسيين كم كابش رمضان عن صوصوني كم كامان وتعالى الله سبحانه وتعالى إن وحمد له رمضان إلى سبحانه وتعالى نصر بسره. عيده الأولياء وعيد أخيارات وعيد شرف يعز حبارسا وعيد لو ترك الإله سبحانه وتعالى فرحة الله، وعيد لو ترك الإله لو مهد عليه إنه بشي رمضان نصر بمين مقصد كعيد واسداس. عيدهن وليال الإسلام كواوين، عيد الفطر عيد الأضحى وحيكل ما دام العبادة كواوين، بل نبرر من أركان الإسلام كمدة. عيد ما تأتاقنها وحيمان يسار ركن أركان الإسلام كمدة صوم رمضان أو صوم بدري، وحي معناه ذي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إن الإله سبحانه وتعالى تردد وما يسرني إله سبحانه وتعالى إنا موينينه إله سبحانه وتعالى إنا كحسو سنينه وما هدعدنين وحا ونسيين. هل بقى لما تقرأ إن الإله بالعاصم سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى إن دينتي سنوية إن الإله الشرف في عز الإسلام يرى إله ولا نحن نسي دين وسي إسلام إله إلهي سبحانه وتعالى. إله الإسلام إلهي عكس النبوة إله فقط النما وقرشوا يدومس إله إلى الدور ومنهم قرتين من هدد سحن ذاتك قمنا الذي يقول الإسلام إلهي إله مركز الإسلام إله سبحانه وتعالى وحلو قرتين كل رمضان صوره ذات بغروا مسلمين أود بينا الله بشكر رمضان صوما قارب إلهي كعاسي بشكر رمضان بذهن قارب إلهي جعل صومي كريم بشكر رمضان عافي ما ضره هي دباتون نسبة الشدة ما توكل وما نكون الله إلا إله سبحانه وتعالى إله باكم مهتم إنه ما تنسوا كرسي وحلو بقى على الرجال أمة الإسلام أنت اعتراف زين المسلمين عز شرف إليه إسلامك أنت وسبب ما الكهر ذاتك السنة يرفاق بكل رأي عدها عدي آمس إن الإسلام مدها يوحد الله السحرة إله سبحانه وتعالى عز شرف الله ربه إليه سبحانه وتعالى دينك إليه إله عبد ستار وإسلام منه ومن يبتغ غير الإسلام
الإسلام دينا فلا يقبل منه إسلام ما وحنا ينقض الدين هان كرادية لا يقبل مايو دين هذا وين مايو وحنا نقول قرمي قيامه إلى سبحانه وتعالى ما يقبل حلو يا إلى سبحانه وتعالى ما توكل حاضر وترجع إن قلوبنا قاهر ذاتك مسلمين تعافيان قلوبنا أسكسا في جريان إلى سبحانه وتعالى درتي يا جماعة سبحان من نمط الإسلام إلا مرجع وترجع ما توكل لو ما كان التفرار لو ما كان قلبي لو كان مطلع حاول الشيطان ويا إسلام إلى سبحانه وتعالى بسكر ربي ودي سنين ولا ليال دين الإسلام ودين كهبون حلي كسر يبوك كسر ودين مرة وكهبون إلا استعماره مال قارب مرها عد قارب مرها عد كسر الإسلام لماذا قاعدتي وأكون مناسب إلى سبحانه وتعالى إلى دين سقاطا ولا ليال ما تبغى حسيب بهاي إن قرابة حريرنا وأن رحتنا ذات مساكين مسلمين تكبحنا ومجتمع مسلمين تكمل وحنا مسلمين تؤهل استنبه وحكمين عنتظر مسلمين تؤهل استنبه وحكمين درك مسلمين تؤهل استنبه وحكمين ومدني جركني يقربني بعملني ما تقبل ذات مساكين تأتي الله في يومين والله لأن وحميمنا براد جنوب إن الإسلام هاي الإسلام قرني وإسلام قرني لبعتها هذه جرت الله إن النكاب ما عملنا هاي إن نعيدك القضية إن الكم ما عملنا هاي إن القابل بس كعيدك القضية إن هذا كعيدك القضية إن الشكل كعيدك القضية وحنبه عنا ولا ليال إن مسلم تهاي وحنبه عن كم وحكنا وطن بأبه عن القضية بأبه عن إن تصار النقطة ومبه عن القف قرباي الله سبحانه وتعالى جريتاك قف قرباي سن جاسس كعيدك لها ومبه عن القضية وما بعد لبس أوديت وما بعد الاستايل أوديت وحبارك إلى مسلم إلى كفر سنتاي وما تبغى حرام سنبار وحنا الرادية تسفي عن الله إلهي سبحانه وتعالى كله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قفكي سماء عمل وناكسا رقي دمر روح دور نقض مؤمن وعمل كسكو ناجية نرفع عن الله فلنحيينه حياة طيبة نرفع عن حقا سجلتا إلهي عمل الله هجاجي جرتا صلاة الله هجاجي جرتا صوم وتوسية جرتا حوالها زكاة لك بحية جرتا دتك حوالها حيث تصوح عجيب جرتا الله يا رجال دتك موليتا بشر رمضان يا صوص صوتي عمل وين بين صوص سمين إلهي وحكبر يا رب سبحانه وتعالى عمل خاص ولا يحبها إلا الله وحبها هي إلا الضرور بهين إلهي سبحانه وتعالى قرآن كل شيء هوين أنت واحتشر مركي أي أتكيسو أو وحي سفي على أولجسو كذب هذا في الفرطة هذا نصوب إلى الله وإلهي سبحانه وتعالى كل شيء إلى استيو كلام قرآن عمل بين الله عديس قيامي إلى المعصية عاصم وقرآنه كذب بينه وإلهي سبحانه وتعالى أن هذا عمل كأن عسيان سكتره وحده في عياله وحلبها يا رجال عبادته وحيلاده حد إلى أن تلاقى منه إلى سبحانه وتعالى كل أسأل النبي الله صلى الله عليه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سوبنا إلهي عابد إلا أن يجيرك على كبير هل كاسا كما دبيسا وحاكا فرعان وإن فرطي إن أعماشا هبيرا لنا أندى إنه وحسيبها يا رجال ما في كتب بيسا بش شوال نبي صلى الله عليه وسلم محمد فري إلا صوم لحبري وبش شوال كمدنا لحظة بري بش شوال ولا صومه وحيلم كان غفق سوى سنة صوم مركي لو قدر رمضان لحظة بري غافل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.